نعم أخي الكريم، يعني هذا شيء طبيعي، هم يتقدمون. هنالك حرب عالمية ثالثة تدور الآن حول الموصل. كم دولة الآن تشارك؟ ليس أكثر من 60 دولة؟ صحيح لو لا؟ وكم عدد الجيوش؟ جيش عرمرم الآن حول الموصل. هنالك أكثر من 250 ألف مقاتل أو أقل ضد هذه المدينة. الذي يتحمل هذه الدماء وهذه المهزلة هي الولايات المتحدة، هي التي أحدثت هذه الفوضى في العراق منذ 2013 2003، والآن تأتي لتتكلم عن أنها تتباكى على العراقيين أو تريد أن تخلصهم من الإرهاب. لا يا سيدي، هنالك قصف بالفسفور، هنالك قصف بأسلحة كيميائية من قبل الأمريكان. الأمريكان جبناء يبعثوا الآن بهؤلاء، اسمح لي أن أقول هؤلاء الحمير، هؤلاء المرتزقة من الميليشيات الشيعية الطائفية ومن الجيش مرقة، ومن سعود البرزاني قاعد ركبة ونص، والعبادي والمالكي قاعدين وابنائهم خليته ويقاتلوا. اذا هذا كانت لتحرير العراق وهذه الحرب مقدسه، خليته علي السيستاني وبشير الباكستاني ليقاتلوا الان. اين هم هؤلاء العمائم القذره التي جالسه سيد ناصر؟ يعني انا اتحفظ على بعض الكلمات التي يعني قلتها، لا نسمح صراحه باي الفاظ مسيئة أو نابية. رجاء، نحن على شاشة ولسنا في مقهى أو في شارع. رجاء معنا